في هذا الفيديو غندوي على مشكلة public speaking. علميا كيتسمى غلوسوفوبيا، وهو نوع من الرهاب الاجتماعي. فإلا كنتي كتعاني منه فراك ماشي بوحدك، وكنصحك تفرج في الفيديو كامل باش تستافد. غلوسوفوبيا تيعني فاش الواحد كيحس بالخوف والتوتر ملي كيهضر قدام الناس في المدرسة ولا في الخدمة ولا حتى في لافاك. ترى يبان لك حاجة عادية، ولكن بالنسبة للناس اللي كتعاني منه فراه تحدي كبير باش تدوي قدام بزاف ديال الناس. واليوم غنشوفوا الاسباب اللي كيتسببوا في هذا الرهاب، وغنشوفوا بعض الحلول اللي تخلينا نتغلبوا عليه. من الحوايج اللي كيخليو الشخص يخاف من الهضره قدام الناس، الخوف من الفشل. بزاف الناس يخاف ينسى ولا يدير شي خطا ويضحكوا عليه الناس، لذلك تيفضل انه يبعد من الهضره قدام الناس. ثاني حاجه قله الثقه بالنفس. الانسان اللي ما تيقش براسو وداكشي اللي تيدير كيعطي احساس بعدم الامان وكيزيد من الستريس. ثالث حاجه التجارب اللي داز منهم الواحد يقدروا يسببوا الخوف من البابليك سبيكين. تقدر تجربه واحده خايبه وقعت للشخص وهو كيهضر قدام الناس تعطي فكره واحساس بالخطر. وحتى التربيه كتلعب دور كبير، فإلا كان الشخص كيتعرض للقمع في الصغر ديالو من طرف المحيط خصوصا العائله، فهاد الشيء كيخليه ديما خايف يهضر قدام الناس. رابع حاجه واللي بزاف منا كيطيحوا فيها وهي الكماليه. بزاف الناس فاش كيبغيو يهضروا ولا يقدموا شي عرض كيبغيو يكون داكشي بيرفيكت متكامل وبدون اخطاء، وفاش يدير خطا وسط الهضره داكشي كيخليه مستريسي وغيزيد يدير اخطاء اخرين. واول حاجه غندوي عليها في البارت ديال كيفاش نتغلبوا على التحدث امام الناس او لا البابليك سبيكين، خصنا نعرفوا اولا انه ماشي مرض او اعاقه، بل هو فقط مشكل وعنده حلول كثيره، خصك غير تكون مستعد باش تتغلب عليه. اول حاجه وهي الممارسه. كل ما تدرب شي اكثر قبل من اي عرض، كل ما زاد الثقه ديالك براسك وكتزيد تنقص من الستريس. والتدريب من الافضل يكون قدام مرايه مثلا، ولا الاصدقاء ولا حتى العائله ديالك. حاجه اخرى، خاص الموضوع اللي غدوي فيه تكون فاهمه مزيان ماشي حافظه، حيت كاين فرق بيناتهم. ثاني حاجه تقبل ستريس. قبل ما تبدا العرض او الهضره خصك تصارح الذات ديالك بان القلق والاخطاء حاجه عاديه، واي واحد راه كيغلط، ولكن الفرق كيكون في التعامل مع داك الخطا. البعض كيخطا وكيكمل الهضره بحال حتى حاجه ما وقعاتش، وكاين اللي كيركز مع داك الخطا وهذا الشيء تيخليه يدير اخطاء اخرين. ثالث حاجه لغه الجسد او البادي لانجويج. التحريك ديال الجسد كيدير فرق كبير في البريزونطاسيون ديالك. كاين فرق ما بين واحد تيتحرك وسط العرض وتيشرح بيديه، وواحد اخر غير واقف وكيهضر. فالاول كيخلي الجمهور متبع معاه وعاضي معاه، اما الثاني راه كيجيب لهم غير الملل. Hi everyone, look, so excited to be here to talk about the core vocal foundations of great communication. It's vital that you learn to apply the things you learn, otherwise you will not be able to amplify the best parts of who you are. Hi, great to see you all. I'm so excited to take you through some of the core vocal foundations, and as we deep dive and we apply these, it will help you amplify the best parts of who you are. واللي كيخلي البادي لانجويج او لغه الجسد مهمه انها كتعطيك الثقه بالنفس، كتعطيك انك في بلاصه اللي مرتاح فيها وكتحرك فيها كما بغيتي. واحد الحاجه اخرى، ما عمرك تدوي بالزربه. كل ما هضرتي بالزربه كل ما كدير اخطاء اكثر. داكشي علاش هضر بشويه عليك وخذ راحتك. الهضره بالزربه كتعطيك احساس انك ماشي في بلاصه اللي مرتاح فيها وباغي تسالي الهضره باش تخرج منها. اهم نصيحه غادي نعطيك هي ما عمرك تستسلم. الا كنتي باقي كتقرا فبقى تشارك في عروض، واخا تكون خايف غير بقى تشارك. مع الوقت غيولي البابليك سبيكين عندك بحال كتشرب الماء، ومع الوقت ما غيبقاش عندك داك الخوف وداك الستريس. وحتى من الاخطاء غتعرف انه جزء من التعلم ماشي عائق. ونتمنى من الناس اللي دازوا من هذه التجربه ولا من هذا المشكل يبانوا في التعليقات.